السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم مطبخ ام نوح. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في افضل احوالكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيكرولي بالحامض بنكهه الحامض، كيجي رائع بزاف. العشاق الحامض غادي يعجبكم بزاف هذا الكيكرولي. هذا سهل في التحضير، مكوناته بسيطه وما كياخذش منكم بزاف ديال الوقت. انا درتو في العيد ميلاد ولدي، درتو له في اخر دقيقه باش نفرحو. راه كيجي لذيذ بزاف. البنات جربوه ان شاء الله وردوا عليا. المهم غادي نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. قبل ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم، والا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي اشتركوا معايا بطاقه ديال الاشتراك او الزر الاحمر اسفل الفيديو سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا للقناه. والله كتاب الناس عافاكم ما تنساوش، لانهم فعلا تيدعموا الفيديوهات باش يطلعوا اكثر عدد من الناس. فشكرا لكم على دعمكم ليا، ونبداو مباشره على بركه الله. هنا بنات بالنسبه للمكونات عندي 5 ديال البيضات، عندي هنايا كاس ديال السكر ما يعادل 140 غرام، وكاس ديال الدقيق ما يعادل 100 غرام ديال الدقيق. غادي ناخذ هنا نص كاس ديال الحليب اولا الماء، انا هنا درت الماء. وخذوا نص كاس ديال الزيت ما يعادل 50 غرام، عندنا خميره وفانيليا، قمصه الملحه، وعندي هنا معلقه ديال الخل. ونبداو في الطريقه على بركه الله. اول حاجه كناخذوا البيض. بالنسبه للبيض ضروري بنات يكون بحاله ديال المطبخ باش يطلع معكم بالزربه. كندير فيه داك الفاني وكنديروا فيه المليحه والسكر ونبداو نطلعوه. البنات انا هنا الا بغيتو تنسموه اكثر وتعززوا نكهه الحامض، فضيفوا ليها قشور الحامض وبلاص كاس اولا نص كاس ديال الماء. ديروا نص كاس ديال الحامض، راه كيعزز ليها المذاق مزيان وكتجي رائعه. المهم انا سنعطيكم نصائح اللي جرات من بعد. المهم هنايا من بعد ما طلع ليا البيض، انا كندير داك نص كاس ديال الزيت، كنديرو على شكل خليط على هذا الشكل هذا بشويه عليا. صافي ملي كنخلطوها مزيان مع داك البيض ديالنا، فانا هنا غادي ندير داك المعلقه ديال الخل وغادي نخلطو. وهنا غادي نحيد الطراب الكهربائي وغادي نخدم غير الفوي. غادي نبدا ندخل في الدقيق شويه بشويه. انا هنا لاحظتوا راه ما درتش الماء، غنخليه حتى الاخر باش ما يطيحش ليا البيض ديالي اللي طلعته ويحافظ ديال القوام. الناس اللي كيطيح لهم البيض ملي كيطلعوه ما ديروش الحامض ولا الماء ولا الحليب في الاول، خليوه حتى الاخر. المهم هنا حتى غادي ندخل كاس ديال الدقيق اللي عندي، وغادي ندير معاه داك الخماره، وغادي يعني ندخل هاد المكونات في الخليط ديالنا يولي على هذا الشكل. عاد ندير له الماء هكا، كتكون كنخلي زعما البيض ديالي طالع وما كيخسرش ليا. صافي هنا كنكون ناخذ واحد اللاطه اللي ديجا مفرشه فيها ورق ديال الطبخ. صافي هنايا غادي بالنسبه للزبده البنات اللي في ورق الطبخ راه كاين تحت من الطاوه باش يشد ليا باش يلصق ليا في ورق الطبخ، ماشي دهن زعما الورقه. صافي هنايا خويت الخليط ديالي تيكون ما ثقيل ما خفيف. كندخل فيها فقط داك 100 غرام ديال الدقيق، يعني تبعوا معايا داك المقادير بالضبط، راه غادي تنجح معكم وغادي تجيكم واحد الجينواز اللي رائعه. صافي هنايا غادي نضرب الطاوه ديالي وغادي ندخلها على 180 درجه مده 10 دقائق فقط غادي طيب. بالنسبه لكريمه الحامض اللي خدمت، درت فيها 3 ديال البيضات، عندي 120 غرام ديال السكر، وعندي 100 غرام ديال الحامض ما يعادل كاس ديال العصير ديال الحامض، وغادي ندير معلقه ديال الزبده هنا سبيسيال باش تعطينا واحد المذاق زوين في الكريمه ديالتنا. صافي هنايا غادي ندير داك 3 البيضات في واحد الكاسرول، غادي نوضع معاهم داك سكر سنيده وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. المهم شي حاجه غير ينسجموا ليا مع بعضياتهم، لان غادي نديروا الخليط كامل فوق النار. غادي نديروا ليه داك الكاس ديال عصير الحامض وغادي نحطو على نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر بحال اللي كنصايبوا لا كريم باتيسير. ملي غادي تعقد لي على هذا الشكل هذا بوحده، غادي ندير ليها هنايا معلقه ديال الزبده وغادي نحركها من بعد ما طفيت النار تذوب ليا، ونحطها نخويها في واحد الاناء اللي غادي نحطو في الثلاجه، وغادي نغطي ليها الوجه ديالها بابي سلوفان ونحطها تبرد ليا حتى لاخر مرحله، لان غادي نحتاجها في الكريمه وغادي نحتاجها ايضا في الدريساج اللي غادي ندير. صافي هنايا الجينواز ديالي طابت. المهم 10 دقائق كتكون كافيه على حسب الفران ديال كل واحد. من بعد ما طابت كناخذ سكر كلاصي كنرشو عليها بحال هذا الشكل هذا بالصفايه باش نديرها فوق هذا الورق. علاش كنديروا داك السكر كلاصي؟ باش ما كتلتصقش معنا الجينواز في الورقه هذه، غير باش كنديروا طبقه ديال الحمايه. صافي كنديرها في الجهه الثانيه، وهنا في هذه المرحله كنرولي هذا الجينواز. شوفوا الجينواز كي دايره البنات، راه ناجحه وزوينه ورائعه. الا بغيتو تخدموا بها طبقات ديال الحلوه د لاكريم راه كتجي غزاله، غير جربوها ان شاء الله وردوا عليا.
صافي هنايا غادي نلوي هاد الرولي ديالي وغادي نحطو جانبا حتى يبرد ليا، وعاد داك الساعه غادي نجيبو باش نعمروه مع بعضياتنا. هنا غادي ننتقلوا باش نوجدوا الكريمه اللي غادي نستعملوا. بالنسبه للكريمه خديت انا 500 ملل ديال الكريمه ديال الحلوه بالسكر، وبديت كنطلع الا خديتوها مسوسه نديروا فيها السكر، غادي نبدا نطلع فيها على هذا الشكل هذا. وهنايا بنات في المرحله هذه بالنسبه للناس اللي مبغاوش يديروا الكلاصاج ديال هاد الكريمه الحامض اللي غادي نستعمل دابا، ممكن ديروا غير العصير الحامض مباشره ديروا في الكريمه. انا عندي فيه هاد النص ديال الكميه ديال هاد الكريمه اللي وجد ديال الحامض، نخلطها مع الكريم شونتيي راه جات غزاله وبنينه لذيذه بزاف البنات. غير جربوها بهاد الطريقه هذه راه ان شاء الله غادي تعجبكم. ومن هنا من بعد ما طربوا ليا مزيان غادي نحطهم جانبا بس. صافي دابا نبدا نعمر الكيك ديالي. صافي انا حليت الكيك ديالي غادي ندير فيه واحد الطبقه ديال انا درت هنا بنات كونفيتير، درت كونفيتي ديال الفريز. اللي عنده لي فخوي روج يصايب الكولي ديال لي فخوي روج ويديرهم، راه كتجي زوينه. ولكن راه كونفيتير جات اقتصاديه جات زوينه البنات. صافي كندهنها كامله بها وكندير الطبقه الثانيه ديال لا كريم، وعاوتاني غادي نعاود نجمعها بنفس الطريقه باش كنجمعوا الكيك رولي. صافي كنجمعها على هذا الشكل هذا، كنعاون بالورقه حتى كتجمع ليا كامله. وهنا غادي نبدا نغطي ليها الوجه ديالها. هنا بالنسبه للوجه ديالها فغطيته بداك الكريمه اللي بقات ليا، غادي نغطيه بطريقه سهله، ما غاديش زعما نركز انني نفينيها زعما تكون ليس كامله وما يبانش فيها حتى شي حاجه. لا، فقط انا الهدف ديالي غير فقط ندير طبقه ديال الكريمه. دونك غادي ندوز على طبقه ديال الكريمه رقيقه على هذا الشكل هذا. ها هي يعني هاد الطريقه ديالها كافيه. انا كما قلت لكم هنا ما ركزتش على التزيين لانني غادي يدركها ليا داك الكلاصاج اولا الكريمه ديال الحامض. هنا خديت داك الكريمه ديال الحامض وبديت كنوزعها على الوجه ديال هاد الكيك رولي. هاد الكريمه الحامض كتجي زوينه وكتعطي واحد المنظر زوين، داك الصفوري ديالها كتجي زوينه طبيعيه على هاد الشكل هذا. وغادي نزينها بشويه ديال الكريمه اللي بقات ليا. المهم نتوما شوفوا التزيين على حسب الرغبه ديالكم. المهم انا في الاول كنت غادي نديرها علاش ندير فيها بحال نقيطات شويه نتشاور بالزربه ونقلبها على هذا الشكل هذا حتى هي جات زوينه. هنا غادي نخليكم مع شويه الكواليس. ملي كنت كنفكر كيفاش غادي نزينها بديت كنتشاور غادي نحطها كان غادي نديرها كنهز وكنحول. انا خليت بالعاني الكواليس باش تشوفوا بلي راه زعما انا ملي كنكون كنخدم يعني ملي كنكون كنخدم راه كنبقى كتجيني فكره ونبدلها وما تجيش هذيك الفكره كتجي خايبه شويه كنبدلها عاوتاني بفكره اخرى. المهم على هذا الشكل هذا راه غير بحال هكا شويه بشويه كتبدعوا نتوما في التزيين. شوفوا كل واحد يدير التزيين اللي بغا. انا خديت هنا هاد لي فخوي سكري كيتباعوا هي اللي زوقتها بالحمر. انا كنت بغيت ندير فرومبواز صراحه وما لقيتوش فاستعملت غير هادو اللي كيتباعوا جاهزين. درت معاهم واحد الورقه ديال النعناع، خديت واحد القطع ديال الحامض بقيت كنتشاور من الصباح فين غادي نحطهم هاد الحامض فين غادي نديرهم. صافي صدق درتهم هكا في الجناب. غادي نزين هاد الكيك رولي ديالي على هاد الشكل هذا كامل. وكيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديال كل وحده فيكم كيفاش بغات تزين الكيك رولي ديالها. يعني ممكن حتى الا مبغيتوش ديروها الطبقه ديال الكريمه الصفراء ديال كريمه الحامض وتذوقوها كيف نتوما غير بالكريمه البيضاء ممكن ديروها، ممكن اللي بغيتو. هنا كنهز الكيك ديالي من بعد ما ساليتها وكنحطها في الطبسيل ديال التقديم. وهنا حتى كنحطها في الطبسيل ديال التقديم انا عاد كنزوق ليها الجوانب ديالها. هنا الجانب ديالها درتو باللوز ايفيلي، درتو كامل هكا محمر، درتو لها في الجناب ديالها. طريقه سهله وصراحه زوينه. كما قلت لكم انا فرحت بها ولدي في العيد ميلاد ديالو، درتها له في اخر دقيقه يعني ما كنتش ناويه نديرو ليه، ولكن راه جات لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، والا جربتوها شاركونا تطبيقاتكم في الانستغرام سواء في المجموعه الفيسبوك اللي كنحط لكم دائما اسفل الفيديو. وما تنسونيش البنات من لايكاتكم والتعليقات ديالكم اللي كتحفزني فعلا باش نعاود نحط لكم فيديوهات جديده. لان هذا الفيديو دا صورته لكم من شهر 12 يلا كتاب ندير له المونتاج. فنتمنى ان شاء الله نلقى الدعم ديالكم وتشجيعاتكم باش ان شاء الله نحط لكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم، في امان الله.